كيبدا الفيلم ديالنا مع بنت مازال صغيرة سميتها أبيغيل، كانت كتلعب البالي في واحد المسرح خاوي. مور ما كملت التدريب ديالها خرجت ركبت مع الشيفور، منين تحركوا تبعتهم واحد الطوموبيل فيها 6 ديال الناس، حتى واحد ما كان كيعرف الآخر، ولكن كلهم جايين ينفذوا مهمة وحدة مشروكة. مور ما وصلت أبيغيل للدار طلعت لبيتها، وتما دخلوا هاد الستة اللي كانوا ملتمين غير طلعوا عليها تصدموا ملي عرفوا أن الهدف هو بنت صغيرة. المهم ما داواش في هادشي وكملوا المهمة ديالهم. في هاد الوقيته جلسات ابيغيل في الناموسيه وكتعيط في التليفون. هنا دخل عليها واحد منهم وبدات مضاربه معاه، عضاتو في يدو، دخلت وحده سميتها جوي وضربات ليها واحد الحقنه. موراها هزوها وداوها مشاو لواحد الفيلا بلاصه مهجوره، وتما فين دار معاهم الزعيم ديالهم البير. دخلوا تما وبقاو كيسين فيهم وقال لهم السميات اللي خدامين بيهم، وهادو ماشي سمياتهم الحقيقيين، باش حتى الا تشد فيهم شي واحد ما يقدرش يجبد معاه الاخرين، حيت ما غادي يكون عارف والو على صحابه. وقال لهم باللي البنت راه بنت واحد الراجل لاباس عليه، ودابا غادي يهدوه بنته باش يعطيهم الفلوس، وهما غادي خصهم يبقاو في هاد الفيلا لمده ديال النهار كامل ويسد عليهم، وممنوع شي واحد فيهم يخرج. موراها خدا منهم التليفونات باش حتى واحد ما يقدر يحدد البلاصه فين كاينين. من بعد مشاو وخلاهم. منين جلسوا مجموعين مع بعضياتهم، واحد منهم سميتو دين بغا يهضر مع جوي، ولكن قلبات عليه وجهها وما جاوباتوش. هو يقول ليها باينه فيك مربيه ديال الاطفال، ودار كينعت في كل واحد وكيقول لهم الخدامه ديالهم. جوي قالت ليه كون غير بقيتي ساكت، حيت هادشي اللي قلتي كامل غلط. جا عندها واحد سميتو فرانك حط ليها $100. قال لها الا قدرتي تعرفي شنو هي خدمتي ديها حلال عليك. قالت ليه انت بوليسي وباينه غير مشيتك والطريقه اللي كتشد بها الفردي. فرانك تفاجأ من الهضره ديالها حيت صحيحه، وهنا خدات الفلوس منه. نقص واحد سميتو بيتر وحتى هو عطاها الفلوس باش تقول ليه شنو الخدمه ديالو. هي قالت ليه من عضلاتك الكبار باينه كنتي غليظ في صغرك وتعرضتي للتنمر، ومنين كبرتي ترينيتي باش تولي مجرم وما يبقاش حتى شي واحد يضحك عليك. بيتر تصدم وسكت وما جاوباش، وهنا كلشي فهم انها جابتها صحيحه. سامي حتى هو تحمس وجبد ليها الفلوس. جوي قالت ليه انت من عائله لاباس عليهم، ولكن حياتك كانت ممله وبغيتي تدخل شويه ديال الاكشن لحياتك، واختاريتي تولي شفار باش تلاها، واول واحد سرقتيه هو مع عائلتك. هنا سامي سكت وما هضرش، يعني هضرت جوي صحيحه. موراها مشات عند اخر واحد واللي سميتو ريك وقالت ليه حتى انت عرفت خدمتك الحقيقيه، ولكن ما غاديش نقولها حيت ما عطيتينيش الفلوس. رجعت عند دين وقالت ليه انت شيفور واعر ولكن كثر من المقله بزاف. فرانك خلاها حتى سالات وقال ليها وانت مدمنه، حيت انا بوليسي وكنعرف المدمنين غير من التصرفات ديالهم، حيت ملي دخلتي وانت كتاكلي في ديك الحلوه. وقال ليها هادشي كيعني انك في الفتره ديال التعافي من الادمان. جوي تصدمات وتوترات ولكن بقات كتحاول تنكر. من بعد طلعت عند ابيغيل في البيت اللي حاطينها فيه، لقاتها كتبكي، وفاش سمعتها قالت ليها عافاك حيدي لي الزيف من عيني وفكي لي يدي حيت ضروني. جوي بقات فيها البنت، غطات وجهها باش ما تعرفهاش ومشات زولت ليها الزيف ودورت ليها يديها من موراها، دارتهم قدامها باش ما يبقاوش يضروها. موراها جلست حدا ابيغيل كانت مازال كتبكي وخايفه. سولاتها شنو بغيتو مني. جوي قالت ليها حنا غادي نشدو الفلوس من عند باك ونرجعوك ليه سالمه. سولاتها واش نتوما كتعرفوا بابا مزيان. جوي قالت ليها لا ما محتاجينش نعرفوه، هنا كنديروا غير خدمتنا وصافي. وعدتها ان غادي تبقى ترد ليها البال حتى ياخذوا الفلوس ويرجعوها للدار. ابيغيل سولاتها واش عندك شي وليدات. جاوبتها جوي عندي ولد قدك في العمر. ابيغيل قالت ليها بابا اللي بغيتو تشدوا منه الفلوس ما كيديهاش فيا، وحتى العمر ديالي ما كيعرفوش، والفلوس اللي باغيين ما غاديش يعطيهم ليكم. جوي بقات غير ساكته. ناضت باش تمشي عيطت ليها البنت وقالت ليها شوفي انا ما بغيتكش تقلقي من داكشي اللي غادي يوقع لكم. من بعد نزلت جوي عند الاخرين لتحت، سولات فرانك واش عارف الاب ديال البنت حيت شكات في هضرتها. فرانك قال ليها راه غير بنت صغيره وكتقول اي حاجه من الخوف وصافي. من بعد مشات لعندها هو النيت، مع دخلت تصدم حيت لقاها كتشوف، وهو دخل عليها بلا ما يغطي وجهه وشافت الشكل ديالو. المهم دخل هز عليها السلاح وسولها شكون هو باك. قالت ليه كريستوفر لازار. السيد غير سمع السميه هبط كيجري عندهم وقال لهم انا خارج من هذه المهمه وحقي غير شدوه وقسموه بيناتكم. هما سولوه شنو هو السبب اللي خلاك تنسحب. قال لهم راه البنت بنت اسطوره ديال الاجرام وهذاك اكبر زعيم ديال العصابات في البلاد. هنا كلشي خاف وبغاو ينسحبوا من المهمه. جوي قالت لهم شنو بان لكم نحطوا ليها الماكله ونعيطوا على با نعطيو العنوان باش منين يجي ليها حنا غادي نكونوا هربنا. وهاد الخطه ناجحه 100% حيت ما شافت حتى شي واحد فينا. فرانك في هاد اللحظه قال لها الخطه فاشله حيت بسببك لقيت البنت بلا غطا على عينيها وشافتني. جوي قالت لي الغلط ديالك انت حيت البير عطاني الحق غير انا بوحدي باش نبقى ندخل عندها. هضر واحد اخر قال لهم من الاحسن نصفيوها ليها. جوي ما بغاتش هاد الفكره. دين قال لهم راه ما يمكنش يكون البير داير خطه اللي تعرض حياته للخطر، وهكا اتفقوا باش يكملوا العمليه. ومنين ياخذوا الفلوس
يغبروا. موراها خلاو ويك يحدد الدار، اما جوي تكلفات من اي بلاصه كتدخل وتخرج. سامي مشات على التلفازه تفرج وهي جالسه حسات بشي حاجه موراها وتخلعت. ساعه طلع غير دين كيدور وهو كان شارب، مشى كمل الدوران في الفيلا وتما داز على واحد الحيط مرسومه فيه ابيغيل، ولكن واخا شافها ما داهاش في الرسمه ومشى للكوزينه ياكل. مع نزل من الدروج شي حاجه جراتو من رجليه وغوت. سامي سمعت الغوات ونزلت للكوزينه تشوفو. منين دخلت لقاتو جالس فوق الطبله وعاطيها بالظهر. قربات حداه تشوف مالو وغير وصلت عنده طاح راسو حدا رجليها وهي تغوت غوته وحده حتى سمعوها كاملين. جاو كيجريو عندها. منين وصلوا شافوا داك المنظر شكوا فيها هي اللي قتلاتو حيت هي اللي معاه، ولكن ريك قال لهم الطريقه باش مات هي طريقه قاتل مختص واحد سميتو فالديز خدام مع هذا رجل العصابات لازار. وتما عاود لهم انهم هذه 3 سنوات شدوا 3 من رجال لازار وداهم يحقوا معاهم في بلاصه سريه تحت حراسه مشدده. وقبل المحاكمه بنهار منين بغاو يجيبوا الرجال ديالو لقاوهم كلهم ميتين مع الحراس والبوليس وبنفس الطريقه اللي مات بها دين دابا. وكان مخلي التوقيع في الجثث بالسميه ديال فالديز. هنا تفكروا البنت وطلعوا يطمئنوا عليها، ولكن لقاوها ناعسه. ريك صافي حط سلاح وقال لهم بغيت ننسحب. فاش مشى فتح الباب ديال الفيلا لقى باب اخر ديال الحديد مسدود. عيا ما يفتح فيه ما بغاش، وهذا الباب ما كانش اصلا. منين جاو كلهم وقفوا يشوفوا شنو واقع، ومورا شويه شافوا البيبان ديال الحديد طالعين وكيسدوا اي باب وسرجم كاين في الدار. وهنا عرفوا باللي راهم محبوسين. طلعت جوي عند البنت وسولتها واش شفتي شي واحد من غيري انا وفرانك طلع عندك. البنت بدات كتبكي وقالت ليها فرانك قال لي سر وقال لي ما نقولوا حتى لشي واحد وانا دابا خايفه. جوي خرجت من عندها. ريك كان واقف حدا الباب وقال لي راه السلاح ديالي ما بقيتش لقيته وما عرفتش شكون خداه وضروري خصنا نقلبوا عليه ونقلبوا على طريق نهربوا منها. هي قالت ليه واخا صافي وتحركت قدامه باش تهبط هي الاولى وهي تسمع شي حاجه من موراها. ومنين دارت لقات ريك واقف وعطيها بالظهر وما كيتحركش. فاش رجعت عنده جات قدامه تما كتلقى وجهه وعنقه كلهم معضوضين. هبطت كتجري هزت سلاح في وجه فرانك وقالت لهم البنت قالت لي ان فرانك اعترف ليها وغادي يكون هو وفالديز اللي كيدوروا وكيقتلوا فينا واحد بواحد. فرانك حتى هو ما عطلهاش هز سلاحه وقال لي ماشي انا هو فالديز. والبنت غير كتخلينا نتنابشوا باش ينوض صداع وامر بيتر يطلع يقتلها. بيتر طلع ولكن جوي تبعاتو وكتجري باش تحبسو. هنا فرانك تعصب وتبعها للبيت ديال البنت وهز عليها السلاح. سامي شافت البنت كتفك راسها وموراها بدات كدير شي حركات ديال البالي بيديها. هنا تحول ليها وجهها من وجه بنت بريئه لوجه مشوه ديال مصاصين الدماء. وهنا غنعرفوا باللي البروجه بنت دراكويلا المدلله وهربات طاهر. طلعت على العنق ديال بيتر وفرانك تيرا على حبه بقرطاسه وشراها في الارض، ولكن رجعت عاودت وقفات. والبلاصه ديال القرطاسه غبرت بحال ما كاين والو وكانت جايه هاجمه عليهم، ولكن جوي عاودت تيرات بحبه وخرجوا معلقين من تما وسدوا الباب وهبطوا لتحت وبداو كيفكروا كيفاش يخرجوا من هذه المصيبه. سامي قالت لهم مصاصين الدماء كيموتوا الا تعرضوا لضوء الشمس، ولكن هما دابا في الليل وخصهم حل في اقرب وقت. فرانك قال لهم جمعوا العصي ديال البليار ونهجموا عليها نصفيوها الحبه. جوي قالت لهم هاد الخطه ما نجحاش حيت البنت ذكيه بزاف وما يمكنش تخليهم يقتلوها بهذه السهوله. ولكن فرانك ما سمعش الهضره وطلع عندها مع البقيه. منين دخلوا لقاو هكا دونسي البالي مع الجثه ديال دين. غير شافتهم جات تلاحت على سامي، ولكن بيتر جا ونقذها. خلات سامي وبقات شاده في بيتر وضرباتو ضربه خايبه في صدرو. جاو من موراها فرانك جا باش يضربها بالعصا، ولكن قدرت تشد ليه العصا واخا ما كانتش كتشوف فيه. موراها ضرباتو بها في المصاطه. البنت وقفت كتشوف فيهم وكتضحك، يعني مستمتعه بهذا الشيء اللي كدير فيهم. وانت هروبات طاهر هبطوا لتحت. جوي تكلفت كتعالج لهم الاصابات. وهنا قال لها فرانك كان خصنا نسمعوا لك من الاول. البنت بصح ذكيه بزاف وخصنا شي خطه باش نتعاملوا معاها. جوي جبدات من جيبها حقنه ديال المنوم وقالت لهم خصنا غير كيفاش نضربوا ليها هاد الحقنه باش ننعسوها ونقدروا نهربوا هذيك الساعه. تما تفرقوا كل واحد فين مشى يقلب على البنت. سامي بقات غاديه حتى وصلت لواحد البلاصه خاويه ومهجوره في الفيلا. غير تحركت برجليها شويه زلقات وطاحت. لقات راسها وسط بركه ديال المخانز مع بزاف ديال الجثث. منين شافت هاد الشيء بدات كتغوت. وفي هاد الوقت بيتر لقى البنت فين كاينه. شافتو بدات كتجري تابعه وكترقص البالي، وهو غير شافها بدا معلق ولكن طاح من الدروج حتى لتحت. البنت شافت فرانك وهي تمشي عنده طيحات وجات ليها جوي ضربات ليها الحقنه، ولكن ضربتها ليها من يديها. وصلت عليهم سامي بغات حتى هي دير شي حركه وتعتق فرانك، ولكن ابيغيل عضتها في يديها ورجعت هزات فرانك من رجل وحده وترفعات معاه من الارض وبغات تهزو معاها. بيتر جا ليها وتلاح طيحها في الارض وبقى شادها حتى
جاو الاخرين ضربوا ليها الحقنه وانت مبارك ومسعود على سلامتنا. منين فاقت لقاتهم سدوا عليها وبدات كتبكي وترغب وتمثل عليهم باش يطلقوها، ولكن مور هذا الشيء اللي شافوا ما يمكنش يثيقوا في هذا الكذوب. هنا ابيغيل رجعت بانت على حقيقتها وقالت لهم اصلا هذا الشيء كله اللي واقع من التخطيط ديالي انا، والبير الزعيم ديالكم خدام عندي. وباش تاكد لهم هذا الشيء قالت لهم سميتهم الحقيقيين، وقالت لفرانك انت هنا باش ننتقم منك حيت انت اللي شديتي هذوك ثلاثه الرجال ديال بابا واضطريت نقتلهم، وبسبب هذا الشيء بابا حس بالفشل واعتزل. وملي شافت سامي قالت ليها وانت كذلك هنا باش تخلصي شنو درتي، كنتي باغا تكوني هاكر ومشيتي سرقتي من الحسابات ديال عائلتك وبالغلط سرقتي حتى من الحساب ديالي انا. دازت لبيتر وقالت ليه وانت هذيك العصابه اللي سرقتيها كانوا تابعين للامبراطوريه ديال بابا، اذا حتى انت غادي تخلص كاش وقبل ما يطيح الباش. اما جوي قالت لي انت كنتي فرمليه في الجيش وجراو عليك حيت كنتي كتعاطي المخدرات، ومنين خرجتي تخليتي على ولدك وخليتيه لباه الفاشل. موراها مشيتي كديري علاجات سريه للناس المشبوهه وبالغلط مات لك واحد ملي كنتي كتعالجيه حيت كنتي مصمكه ومبوقه، ومن زهرك المكعور هذاك اللي مات هو اليد اليمنى ديال بابا. جوي قالت ليها وانت هذاك الاب اللي كديري على قبله هذا الشيء ما تيديهاش فيك وما كيعبركش، وباش يرجع يهتم بك جبتي الاعداء ديالو كتصفيها ليهم. ابيغيل جاوبتها قالت ليها كون بغيت نقتلكم كون درتها شحال هادي وخف من تسود، ولكن انا باغا نلعب شويه معاكم. وهنا بدات في التخلويط ديالها وقالت لهم اللي فتح عليا الباب وخرجني غادي نخليه يعيش ونشري ليه ونعيش. بيتر طمع وكان غادي يفتح ليها ولكن جويها وشاتو بقرطاسه باش توقفوا حيت عارفه غير كتفلى عليهم، وجراتو وخرجاتو هو وسامي وداتو باش داوي ليه الجرح، وخلات فرانك هو اللي حاضي ابيغيل. منين مشاو قالت ليه الا فتحتي عليا غادي نقول لك على بلاصه تقدر تهرب منها، وهو قال ليها قولي لي البلاصه هي الاولى ونفتح عليك. قالت ليه كاين باب سري مول المكتبه. فرانك قال لها صافي شكرا لك، وموراها بغى يخرج ومعاه قرب حداها باش يستفزها زعما راه قولبتك، وهي ضحكات واحد الضحكه شريره. موراها طيره في الباب ديال الحديد عليه نشراتو جات جيتو كترقص، وقبل ما توصل ليه ودير ليه شي حاجه جوي جات في اخر لحظه وهرست واحد الفتحه من الشرجم ودخل منها الضو ديال النهار. جات الاشعه في يدين ابيغيل وتفجرت ليها يديها وهي تجري تخبات من الضو. جوي خدات فرانك وهربوا من تم ومشاو كاملين تجمعوا في المكتبه حيت داخله ليها الاشعه ديال الشمس. سامي وقفات في الاشعه وفرحت بزاف حيت ما تحولاتش، اما فرانك مشى كيقلب على هذاك الباب السري اللي قالت ليه ابيغيل كاين في المكتبه ولكن ما لقاش وعرفها غير ضحكات عليه. سامي قالت لهم خصنا نلقاو شي مصدر ديال الضوء وبه غادي نقدر نفتح لكم البيبان، وهما عجبتهم الفكره وتقسموا لجوج مجموعات باش يقلبوا. جوي وفرانك من قنت وسامي وبيتر من قنت اخر. فاش تحركوا سامي سمعت صوت ابيغيل في راسها وكيقول ليها قتلي بيتر، وفعلا في البلاصه سامي تحولت لمصاصه الدماء وصفاتها لبيتر. موراها مشات لواحد البلاصه وعيطات على جوي. جوي وفرانك منين سمعوها مشاو عندها وهنا تصدموا من لقاوها تحولت لمصاصه الدماء، ومع شافوها مع علقوا ومشاو جيت واحد الاشعه وسامي هاجم عليهم. جوي هزت الصينيه وعكست به الضو ديال الشمس على سامي وكتسمع ديك بوم تما تفتح ليهم باب من البلاكارات ديال المكتبه واضطروا يدخلوا ليه باش يشوفوا شنو كاين. منين دخلوا بقاو غاديين حتى لقاو البير كاين في غرفه ديال المراقبه، والمشكله طلع حتى هو مصاص الدماء. هو قال لهم ابيغيل هي اللي حولتني باش تحكم فيا ودابا بغيت ننتقم منها هي وبا على هادشي اللي داروا وناخذوا الثروه ديالهم وسيدي قاسم بيناتنا. هنا فرانك وافق على الخطه وخلاه يعدو باش يتحول حتى هو، ومع التحول البير امر فرانك يقتل جوي ولكن بدا بيه وصفاه لحبوه هو النيت حيت هو السبب حتى جابهم لهنا. في هذا الوقت البنت لقات بلاصتهم وجات ليهم. منين شافت فرانك جات هاجمه عليه ولكن صدق مقدر عليها وبالزربه شدا حكمها عنده. جوي استغلت هذه الروينه وخدات تليفونها وفتحت بيبان الفيلا اللي كانوا مسدودين وطلعت كتجري. خرجت من هذاك البيت عيطات على ولدها وقالت ليه بغيتك تسمح ليا وكنبغيك. موراها قطعت عليه. في هذه اللحظه جا عندها فرانك شدها وبدا كيرمي فيها من هنا لهنا وقال ليها انا بغيت نلعب بك شويه قبل ما نقتلك. هزها رماها من الفوق باش تطيح ولكن تلاقات ليها ابيغيل عتقتها وتما قالت ليها عاونيني نقتلوا فرانك وفي المقابل غادي نخليك تعيشي. ومع بغاو يهجموا عليه كان قوي عليهم بجوج، ضرب ابيغيل حتى طارت وشد جوي لصقها مع الحيط وجرحها باش حتى هي تحول. موراها امرها باش تقتل ابيغيل، هي مثلت انها تحت السيطره ديالو وجات فيه ضرباتو وتعاونوا عليه بجوج هاك شد لقى حتى صفاو عليه وكتسمع ديك بوم. ابيغيل طمنتها وقالت ليها غير ارتاحي انت دابا ما غاديش تحولي لمصاصه الدماء حيت مات فرانك قبل ما تحولي نهائيا. وهنا جاب لازار وكان غادي يقتل جوي ولكن وقفات في وجه ابيغيل وقالت ليه هذه هي اللي عتقاتني وما دير ليها والو. مد ليها يدو سلم عليها
وخلاها تخرج بحتى مشكل. جوي مشات طلعت في الطوموبيل وكانت ما مصدقاش انها خرجت من هذه الروينه كامله بحال الشعره من العجين. وهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه. كنتمنى الملخص يكون عجبكم، ما تنساوش لايك وبارطاج مع اصحابكم واشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. كان معكم مول ماسك، نتلاقاو الفيديو الجاي والسلام عليكم.